مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد، هل هذا المكان يصبح تلقائيا دولة؟ بالطبع لا. في قيام الدولة يحتاج إلى مجموعة من المقومات والعوامل التي تساعدها على النشأة والاستقرار والاستمرار. إذا كيف استطاعت الدولة المصرية أن تنشأ أو تستمر عبر عصور التاريخ المختلفة؟ في هذا الدرس نتعرف على أهم المقومات التي أسهمت في بناء الدولة المصرية، نحاول فهم العلاقة بينها بدلا من مجرد حفظها. الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية، الموارد الطبيعية ونهر النيل، التجانس البشري والوحدة الوطنية، الحكومة المركزية القوية، خامسا القوة العسكرية، سادسا الحفاظ على الهوية المصرية. الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية، الخريطة. لو نظرنا إلى الخريطة، مصر تقع في موقع متميز يربط بين أفريقيا وآسيا وتطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر. وهذا الموقع جعل مصر نقطة مهمة للتواصل بين الشعوب وتبادل التجارة والثقافات. لكن الموقع لم يكن مهما فقط في الناحية الاقتصادية، فمصر تمتعت بحدود وعناصر طبيعية ساعدت على حمايتها مثل الصحاري والبحار. كيف يمكن للموقع الجغرافي أن يساعد في نشأة الدولة واستمرارها؟ يوفر الحماية، يساعد على التواصل، يمنح المجتمع فرصة للاستقرار وبناء العمران. والأهم من ذلك أن مصر امتلكت عنصرا جغرافيا شديد الأهمية، نهر النيل. الموارد الطبيعية ونهر النيل. لماذا كان نهر النيل أساسيا في قيام الحضارة المصرية؟ لأن الماء هو أساس الحياة. فوجود النيل وفر المياه وساعد على الزراعة والاستقرار، وبدلا من أن يعيش الإنسان متنقلا بحثا عن الماء والغذاء، أصبح بإمكانه يستقر ويزرع ويبني مجتمعات منظمة. لكن النيل لم يكن مجرد مصدر للمياه، لقد فرض على المصريين التعاون في الزراعة والري وتنظيم المياه وبناء وإدارة مشروعات الري ومواجهة أخطار الفيضانات وتنظيم المجتمع. النيل لم يوفر الحياة للمصريين فقط، بل ساعد أيضا على ظهور الحاجة إلى التنظيم والإدارة. وهنا ننتقل إلى عامل آخر مهم، الإنسان نفسه. التجانس البشري والوحدة الوطنية. الدولة لا تبنى بالأرض والمياه فقط، فمن دون الإنسان لا توجد دولة. وقد صعد التجانس البشري والوحدة الوطنية المصريين على تكوين مجتمع مترابط، حفاظ على هوية مصرية متميزة. وهذه نقطة مهمة. الوحدة الوطنية لا تعني أن أجمع الناس وهم متطابقون، وإنما تعني وجود شعور بالانتماء إلى وطن واحد، وهذا الانتماء يساعد المجتمع على مواجهة الأزمات والتحديات. ولذلك كان الشعب عنصرا أساسيا في نشأة الدولة واستمرارها. رابعا الحكومة المركزية القوية. تخيلوا مجتمع كبير، كل مجموعة فيها تضع قوانينها الخاصة ولتوجد جهة تنظيم علاقات بين الجميع. ماذا يحدث؟ سيظهر الاضطراب والصراع. ولهذا كان وجود حكومة مركزية قوية من أهم عوامل قيام الدولة المصرية. بعد توحيد القطرين على يد الملك مينا نارمر، أصبحت هناك سلطة مركزية وإدارة أكثر تنظيما. هنا نصل إلى فكرة مهمة، الدولة لا تحتاج فقط إلى شعب وإقليم، بل تحتاج إلى سلطة قادرة على إدارة هذا المجتمع وحماية مصالحه. القوة العسكرية. هل تستطيع الدولة أن تحافظ على أراضيها ومصالحها من دون قوة تحميها؟ القوة العسكرية كان لها دور مهم في حماية الدولة وحدودها والدفاع عن أراضيها، فالجيش يحمي الوطن ويساعد على مواجهة الأخطار الخارجية. ولهذا ارتبط استمرار الدولة المصرية عبر التاريخ بقدرتها على الدفاع عن أراضيها وحماية أمنها. لكن هناك شيء آخر لا يقل أهمية عن حماية الأرض، حماية الهوية، هوية المجتمع. الحفاظ على الهوية المصرية. ما الذي يجعل المصريين يشعرون بأنهم ينتمون إلى وطن واحد رغم اختلاف العصور؟ إنها الهوية الوطنية. والهوية المصرية تشكلت عبر عناصر متعددة منها الدين واللغة والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد. قد ساعد الحفاظ على هذه الهوية استمرار الشعور بالانتماء إلى مصر عبر العصور. فالدولة تتغير أنظمتها وحكامها، لكن بقاء الشعور بالانتماء والهوية يساعد المجتمع على الاستمرار. الآن نجمع الصورة كاملة. إذا نظرنا إلى العوامل السابقة سنجد أنها ليست عوامل منفصلة. الموقع الجغرافي ساعد على الاستقرار والتواصل. نهر النيل والموارد الطبيعية وفر أساس الحياة والإنتاج. الشعب والوحدة الوطنية وفر العنصر البشري الذي يبني الدولة. الحكومة المركزية نظمت المجتمع وأدارت شؤونه. القوى العسكرية ساعدت على حماية الدولة. الهوية المصرية دعمت الانتماء والاستمرار. إذا نشأة الدولة المصرية واستمرارها لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما نتيجة تكامل مجموعة من العوامل. الآن أريد منكم التفكير في هذا السؤال: هل كان نهر النيل وحده كافيا لقيام الدولة المصرية؟
بالطبع لا، فوجود النيل مهم جدا، لكنه يحتاج إلى إنسان يستفيد منه بجانب مجتمع منظم وسلطات تدير الموارد وأرض محددة وقوة تحميها وهي تجمع أفراد. وهنا نفهم الفكرة الأساسية للدرس: الدولة القوية لا تقوم على مقوم واحد، وإنما على تكامل مجموعة من المقومات والعوامل التي تدعم نشأتها واستمرارها. قبل أن ننتهي من هذا الدرس، نسأل: ما العامل الذي تراه الأكثر تأثيرا في نشأة الدولة المصرية ولماذا؟ وهل تستطيع أن تشرح كيف ساهم الموقع الجغرافي ونهر النيل والشعب والحكومة المركزية والقوة العسكرية والهوية المصرية في استمرار الدولة عبر التاريخ؟